يعني محمد هاني عمل كورتين اسيست، فصعب عليه ان هو يخرج من غير ما يبوظ الدنيا، وبيطرد في الدقيقة 91 عشان بيتباطأ للخروج من الملعب. فيها محمد هاني ده احنا ما صدقنا ان انت عملت عرضيتين وعملت اسيستين في الماتش. وزيزو عايز تغيظه، هاتله زيزو بيحرز هدفين مع النادي الاهلي النهارده في اول يعني اهدافه الرسميه مع النادي الاهلي، وكمان بياخد رجل المباراه. وريبيرو بيرجع العمليه تشتغل معاه تاني، والنادي الاهلي بيقدم مباراه رائعه بالفوز على فاركو ب4-1 وخطأ لا يغتفر من مصطفى شوبير. تفاصيل كتير النهاردة عن مباراة النادي الأهلي وفاركو، والأهلي بيفوز على فاركو بال4 يا حبيبي بال4. تعالوا نبدأ حلقتنا، بس قبل ما نبدأ حلقتنا لو بتتفرج عليها نجم ولسه ما اشتركتش في القناة انزل بسرعة دعمنا باشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش ترزع اللايك يا أحلى نجم في الدنيا. النهارده ريبيرو عمل 4 تغييرات في التشكيل، الكلام اللي قلناه في المباراه اللي فاتت امام مودرن سبورت. وفكره لما زيزو ده قلتها لكم الماتش اللي فات بعد المباراه، قلت لكم لما زيزو بدا يلعب في نص الملعب كمركز 10 مكان قفشه، زيزو خد حريه حركه، بقى يتحرك يمين يتحرك شمال بيتحرك من العمق، وده اللي حصل النهارده من بدايه المباراه. فعندك اول تغييره او اول وتاني تغييره بقى ان هو شال احمد رضا وشال قفشه ونزل ديانج، اللي دايما بنقول ودايما بنتكلم ان ديانج لازم يبقى موجود في نص الملعب يا جماعه. فنزل ديانج ونزل زيزو في نص الملعب، ولعب بأشرف بن شرقي ناحية الشمال. وده برضو اللي احنا قلناه الماتش اللي فات، ابدأ بأشرف بن شرقي، لازم أشرف بن شرقي يبقى موجود في أرض الملعب. وكمان لعب بأشرف داري في خط الدفاع مكان ياسر إبراهيم المصاب. وأخيرا تريزيجيه لعبه ناحية اليمين، فغير خطة اللعب، لعب ب3-4-3، كثافة هجومية رائعة جدا جدا، وده اللي اداك الاستحواذ من أول المباراة. طبعا محمد علي بن رمضان يا جماعة في حتة تانية، في حتة تالتة، في حتة رابعة، في أي حتة، في حتة 10، أي حتة أنت عايز تحط فيها محمد علي بن رمضان حطه فيها، لأن فعلا محمد علي بن رمضان بيستلم وبيرقص وبيعمل الحاجات الغير طبيعية، وبيعمل كرة بالعرض وحاجات وبيسجل كل حاجة محمد علي بن رمضان بيعملها النهارده شفنا اداء رائع جدا، اداء في نص الملعب، اداء من ناحيه اليمين، اداء من ناحيه الشمال. شفنا النادي الاهلي بيضغط بشكل كبير على نادي فاركو من بدايه المباراه لغايه لما اخيرا الحمد لله محمد هاني بيعمل كوره عرضيه بعد هات وخد ما بينه وما بين تريزيجيه، بيعمل كوره عرضيه رائعه لمحمد شريف اللي بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. على طول بعديها بمفيش وقت قليل النادي الاهلي بيحرز هدف تاني، ولكن بيتحسب تسلل. وبعد كده بيجي الهدف الثاني الرسمي الشرعي عن طريق كرة اتقطعت وبدأها احمد سيد زيزو من نص الملعب واداها لمحمد علي بن رمضان، ومحمد علي بن رمضان استلمها حلو قوي ولف بظهره وعملها بالعرض على مجيء زيزو، كان بقى في منطقة ال18 وعملها له بالعرض، وزيزو حطها برأسه رائعة جدا 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 في مرمى فاركو عشان النادي الأهلي يحرز الهدف الثاني. وأداء مختلف وأهداف ويعني روعة في الأداء وفرص بتضيع وحاجات كتيرة جدا 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 كانت مختلفة عن مباراة مودرن سبورت المباراة اللي فاتت، والشوط الأول اللي كان التشكيل فيه غلط وكانت التغييرات متأخرة. النهاردة الأداء مختلف، ريبيرو بيصحصح مرة تانية، زيزو النهاردة بيثبت تألقه، بيحرز هدف في الشوط الأولاني وفي الشوط الثاني بيحرز هدف تاني رائع جدا من عرضية رائعة من أشرف بن شرقي عشان زيزو يحرز الهدف الثالث، ومن خطأ غريب جدا جدا جدا، نقدر نقول خطأ مشترك ما بين محمد هاني وما بين مصطفى شوبير، ولكن الخطأ الأكبر لمصطفى شوبير. محمد هاني يعني في وسط دربكة في منطقة ال18 بتاعة النادي الأهلي بيلعب الكرة براسه عشان يطلعها ضربة ركنية، شوبير في رد فعل غريب جدا مش عارف ليه، ما تسيبها تطلع ركنية، شوبير بيطلع ويعمل اسيست لمهاجم
فاركو اللي بيحرز الهدف لنادي فاركو. وعايزين شوبير يركز اكتر. احنا بنقول ان الراجل، وقلنا الكلام ده برضو من الماتش اللي فات، الراجل عنده قناعات بمصطفى شوبير، ومصطفى شوبير بيلعب برجله بشكل جيد، ومصطفى شوبير عنده ان هو يقدر يطلع بالكوره. فبالتالي خليك يعني ركز شويه في الكوره، ويعني بلاش الاخطاء الساذجه اللي ممكن ترجعك مره تاني تقعد على دكه البدلاء. ولكن الخطأ دوت رجع لعيبه النادي الاهلي ان هي تصحصح مره تانية وتفوق مره تانية، والراجل بدأ يعمل تغييرات ونزل كوكا ونزل جراديشار. وجراديشار بعد وقت قليل جدا بيستلم الكوره، والاسيست الثاني من محمد هاني، وانفراد عشان يحرز الهدف الرابع للنادي الاهلي. ولكن زي ما بقول لكم يعني محمد هاني صعب عليه ان هو يعمل اسيستين في مباراه واحده، وهو خارج في الدقيقه 91 بيتباطأ، فمحمد معروف بيديله الانذار الثاني وبيطرده، والنادي الاهلي يعني بيخرج فايز 4-1 على نادي فاركو. النهارده لعيبه كتيره عملوا اداء رائع جدا، بدايه من زيزو. وزي ما قلت لكم عايز تغيظه هات له زيزو، وزيزو بيرد على الهتافات المسيئه لجماهير نادي الزمالك في المباراه اللي فاتت بالاداء مع النادي الاهلي، وبيحرز النهارده هدفين. واداء رائع لزيزو في الملعب، وخصوصا لما بيلعب زي ما قلت لك في مركز 10 بيبقى اداء رائع جدا جدا جدا. كمان عندنا محمد علي بن رمضان اداء فوق الرائع. عندنا اليو ديانج خط النص بتاع النادي الاهلي، في وجود اليو ديانج بيبقى شكله تاني خالص. ياسين مرعي كل مباراة يعني بيثبت رجله في ارض الملعب. انت ممكن تغير اللي جنب ياسين مرعي بس ما تغيرش ياسين مرعي، يعني ممكن تغير ياسر ابراهيم، ممكن تغير اشرف داري، لكن ياسين مرعي بصراحة صفقة رائعة جدا جدا جدا. كريم فؤاد النهاردة بيتواجد في الباك الشمال، وشكله الراجل مقتنع بيه اكتر من محمد شكري. زي ما قلت لك مصطفى شوبير خلاص بشكل كبير هو اللي هيبدأ يلعب، او خلاص في معتقد الراجل هو الاساسي في حراسة المرمى، والتاني مباراة محمد الشناوي بيقعد احتياطي. كمان عندنا محمد شريف وجراديشار. جراديشار بيعود مرة تانية للتهديف. تريزيجيه بدأ إلى حد ما حتة اليمين دي مش بتاعته، بس عمل جبهة هو ومحمد هاني بشكل رائع. فالنهارده الأداء بشكل عام الأداء رائع جدا 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 بالنسبة للنادي الأهلي، إنك تفوز ب4. النادي الأهلي في مباراتين دخل فيه 3 أهداف، وده معدل كبير. الموسم اللي فات في أول مباراتين النادي الأهلي دخل فيه هدفين بس. زيزو من 6 أهداف أحرزهم النادي الأهلي في أول مباراتين، زيزو بيساهم في 4 أهداف، بيعمل أسيستين وبيحرز هدفين. ده برضو معدل كبير جدا بالنسبة لزيزو. عايزين نقول بس حاجة مهمة جدا للكابتن جمال عبد الحميد، اللي شايف إن اللي حصل في مدرجات نادي الزمالك مش عيب ولا حرام. انزل بس ادعمنا باشتراكك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش ترزع اللايك. احلى نجم في الدنيا كابتن جمال عبد الحميد. لما كابتن هاني رمزي بيتكلم وبيقول ان اللي حصل ده عيب وخوض في العرض، كابتن جمال قال لك ايه المشكله؟ ده هما عشان مراد زيزو قالت ان احنا بنحب النادي الاهلي، فردوا قالوا لها بنحبك يا هدى، بنحبك يا هدى. كابتن جمال احنا متعارف ان اسم الزوجة ما بيتقالش على العلن، فتخيل بقى لما كل الجماهير اللي موجودة في المدرجات جماهير نادي الزمالك تقعد تقول بتحبك يا هدى، بنحبك يا هدى. ده مش مبرر، الغلط غلط، وده اللي احنا بنقوله. لازم يبقى في فرق ما بين ان انت بتشجع نادي وان انت بتشجع على هدم القيم بتاعت المجتمع وان انت بتخوض في الاعراض. كابتن جمال عبد الحميد للاسف بيدافع دفاع مرير جدا 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 عن الاساءة اللي حصلت من جماهير نادي الزمالك لزوجة احمد سيد زيزو، والهتافات اللي كانت ضد احمد سيد زيزو في المدرجات. قول لي رايك ايه في الكومنتات. انت مع التبرير اللي برره الكابتن جمال عبد الحميد للهتافات المسيئة لزوجة زيزو ولا ضدها؟ اكتب لي رايك ايه في الكومنتات. كمان اكتب لي رايك على اداء النادي الاهلي النهارده في المباراة، ومين احسن لاعب في المباراة. وما تنساش يا نجم لو بتتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناة انزل بسرعة دعمنا باشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش ترزع اللايك. احلى نجم في الدنيا.